هناك من يعتبر أن كل هذا التنظيم هو هم رجالات صدام حسين القديمين الذين همشوا، بالتالي أصبح اسمهم بهذا الشكل. نعم، يعني أنا رجعت إلى جذور هذا التنظيم العراقية على وجه التحديد والبيئة الحاضنة لهذا التنظيم، كيف أصبح بهذه القوة. يعني أنت لما تحل أكثر من 500,000 جندي عراقي مثل ما فعل بول بريمر الحاكم الأمريكي للعراق وترميهم في الشارع، عندما يصدر قرار وبالإضافة لذلك حوالي 300,000 من رجال الأمن، من مخابرات، من شرطة، من أمن وأجهزة أمنية، لما كمان أيضا يعني عندك حوالي 800,000 إنسان أصبحوا بلا لقمة عيش وحتى ممنوعين من التقاعد، وضباط كبار وألوية، وتعلموا في الغرب يعني مؤسسات أو أكاديميات عسكرية ضخمة. لما تيجي تقطع عيشهم، لما تيجي تهينهم، لما تيجي تذلهم، ماذا تتوقع منهم أن يفعلوا؟ بالإضافة لذلك إذا رجعت شوي، يعني بعد ما فرضت الولايات المتحدة الأمريكية مناطق الحظر في الشمال والجنوب قبل غزو العراق واحتلاله، أدرك الرئيس الراحل صدام حسين بأن الولايات المتحدة ستحتل العراق وستطيح بنظامه. ماذا فعل؟ فعل عدة أمور. أولا تحول إلى الإسلام وبدأ الحملة الإيمانية، وبدأ اللي هو يعني جعل الإسلام مرجعية لنظام حكمه وللمتطوعين زي مجاهدين صدام أو زي فدائيين صدام. يعني بعدين الشيء الثاني إنه العلم العراقي إذا لاحظت إنه بدمه كتب كلمة الله أكبر، وأصبحت اللي هي الحملة الإيمانية هي الأساس في حكم الرئيس صدام حسين في أواخر أو قبل سنتين من الغزو. بعدين إيش عمل كمان بالإضافة لذلك؟ إنه أغلق كل البارات وكل الخمارات. تعرف العراق في زمن صدام حسين كان دولة علمانية، حولها إلى دولة إسلامية. هؤلاء الناس يعني هذه عملية تأسسوا على هذا التوجه الأيديولوجي على وجه التحديد. ثم بعد أن يعني قذف بهم في الشارع بدون رواتب ومنعوا من تولي أي منصب في الدولة، وأيضا الكثير من الكوادر البعثية السابقة، هؤلاء عادوا إلى الإسلام والإسلام المتطرف والإسلام المتشدد على وجه التحديد، وكانوا هم يعني النواة الحقيقية للدولة الإسلامية. ولا كيف مين اللي بيطلق الصواريخ؟ مين اللي بيسوق الدبابات مثلا؟ مين اللي بيضع الخطط العسكرية؟ مين الكادر البيروقراطي للدولة؟ هذا هياكل الدولة الإدارية. مش معقول إنه هؤلاء المتطوعين اللي ما عندهمش الخبرة العسكرية نسبة هذا التواجد العراقي البعثي الصدامي إلى آخره نسبته كبيرة، نسبته أساسية طبعا. بأي نسب؟ 10 20 30 90؟ أنا في تقديري أكثر من 50% من كوادر الدولة الإسلامية هم أساسا من العراقيين، وأساسا أيضا من اللي هي كوادر الرئيس العراقي الراحل. هل حصل جد بأي نسب؟ 10 20 30 90؟ تقديري أكثر من 50% من كوادر الدولة الإسلامية هم أساسا من العراقيين، وأساسا أيضا من اللي هي كوادر الرئيس العراقي الراحل. هل حصل جد؟ مثلا تجد الضباط العراقيين السابقين مثلا، هؤلاء في التفخيخ السيارات، في يعني وضع الخطط العسكرية، في تحريك المجموعات، في يعني كل شخص عنده تخصصه المتخصص فيه. مثلا تجد الضباط العراقيين السابقين مثلا، هؤلاء في تفخيخ السيارات، في يعني وضع الخطط العسكرية، في تحريك المجموعات، في يعني كل شخص عنده تخصصه المتخصص فيه.